نادي القضاة بيدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم. القصة اللي بتحصل دلوقتي في نادي القضاة. نادي القضاة في مصر أعلن حالة الانعقاد الدائم وعايز يعمل اجتماع طارئ النهاردة، وده مش كلام عادي، ده على خلفية أمر وصفوه بالأمر الجسيم اللي بيأثر في شؤون القضاء واستقلاله. الرئيس الحالي لنادي القضاء المستشار أبو الحسين فتحي قايد طلع بيان رسمي وقال فيه إن المجلس بقى في حالة انعقاد دائم، وإن هم عايزين كل القضاة يجتمعوا النهاردة الساعة 4 العصر في نادي القضاة بشارع شامبليون، وده عشان يتناقشوا في اللي بيحصل ويتدارسوا الخطوات اللي هيتخذوها بعد كده. وبينوا إن ده كله تمهيد عشان يعملوا جمعية عمومية غير عادية. البيان كان واضح جدا في نقطة واحدة، إنهم بيتتبعوا الموضوع ده بمنتهى الدقة والمسؤولية ومن غير أي إفراط أو تفريط، وكلهم جاهزين عشان يدافعوا عن استقلالية القضاء وهيبته بأي طريقة. وكمان دعوا كل القضاة إنهم يقفوا صف واحد ورا النادي، لأنهم مقتنعين إن وحدة القضاء هي السلاح القوي اللي بيضمن بقائهم مستقلين وشامخين. يعني باختصار في اجتماع مهم جدا ادعى ليه النهارده الساعة 4 العصر، وده بسبب حاجة سماها نادي القضاة أمر جسيم يمس القضاء نفسه. طيب إيه هو الموضوع وإيه هي المعلومات اللي متداولة يعني؟ بصراحة في تسريبات بدأت تنتشر عبر بعض المواقع حوالين الموضوع ده. في كلام عن تغييرات كبيرة في طريقة التعيينات والترقيات داخل القضاء، زي إلغاء مقابلات التفتيش القضائي وتسليم جزء من التعيينات لجهات خارج الرقابة القضائية. بعض المصادر بتقول إن اللي عايز ينضم للنيابة العامة لازم هيمر بدورة تدريبية 6 شهور كشرط أساسي في جهة خارجية غير القضاء. المجلس الحالي للقضاء الأعلى ممكن يفقد جزء من دوره في التعيينات والترقيات، وده بيعتبر تدخل في استقلال القضاء. التسريبات دي لسه مش مؤكدة رسميا، لكن نادي القضاة وصف اللي بيحصل بأنه أمر جسيم، وده السبب اللي خلاه يدعو لاجتماع طارئ. يعني الموضوع كله لسه بيتابع، ومين عارف الاجتماع ده ممكن يغير شكل المشهد القضائي كله في مصر ولا لأ.